جات لي اسئله كتير جدا عن كورس الاي اي اللي عامله مع اتعلمها، فتعالوا اجاوبكم عليه. الكورس ده للبيجنرز ولا للناس الادفانسد؟ الكورس هيبقى اكتر للناس البيجنرز، لان احنا هنتعلم من الاول خالص يعني ايه اي، ازاي تكتب برومبت عشان تعرف تطلع بيه حاجه من على كل البرامج التانيه، وازاي تستخدم شات جي بي تي عشان يساعدك في كل حاجه من المراحل دي. هل لو انا في الجامعه الكورس ده هيفيدني؟ الكورس ده عن الكونتنت كريشن، فاي حاجه احنا ممكن نقول عليها كونتنت. تعمل صوره، انك تعمل فيديو، فانت ممكن الصوره دي تحطها في برزنتيشن عندك، ممكن تحطها في ريسيرش. فالكونتنت هو كل حاجه انا بنشئها من خلال الاي اي تولز، ولو انا اتعلمت استخدم اي اي تول معينه فانا اقدر اعمل بيها كذا حاجه. طب انا عايز اعرف بالظبط هو الكورس ده هيركز على ايه اكتر. الكورس ده هيركز على الكونتنت كريشن، ان ازاي استخدم كل الاي اي تولز في مرحله الكونتنت من زيرو تو هيرو، ان انا فعلا اي حاجه اقدر ان انا اسهلها على نفسي ان انا استخدم الذكاء الاصطناعي فانا هستخدمها عشان اوصل للنتيجه والبرودكشن بشكل اسرع واسهل. طب انا معظم الادوات اللي ببقى عايز استخدمها بلاقيها بفلوس. معظم الادوات دي بتديك في الاول فري ترايل عشان تعرف انت الاداه دي اللي مناسبه ليك ولا لا، بس وانس ان انت ابتديت تشتغل بيها وقررت ان هي دي الاداه اللي هتفيدني فعلا وهتسهل لي شغلي، ففعلا الفلوس اللي بتستثمرها فيها هي هتجيب لك ارباح اكتر من كده بكتير، فالموضوع يعني بيبقى جايب همه. طب انا دايما بيقابلني مشكله اني اصلا مش بعرف اتكلم ازاي مع الاي اي. دي من اكتر الحاجات اللي احنا هنركز عليها، وهو فكره البرومبت انجينيرنج والبرومبت رايتنج، ان انا ازاي اكتب برومبت مظبوطه تفهم الاي اي انا عايز اوصل ايه بالظبط عشان اطلع منه نتائج. والموضوع فعلا بعد ما تخلص الورك شوب هتلاقي ان الموضوع بسيط جدا وليه طرق تخلي الموضوع سهل جدا عليك. بس انا بيبقى نفسي اعمل محتوى بس ما بقاش عايز اطلع بوشي. طيب دلوقتي بقى في طرق كتيره جدا واحد يعمل بيها محتوى من غير ما يطلع بوشه، زي مثلا انك تكريت افاتار ليك، او انك تعمل كرتون كاركتر تبدا تخليها تتكلم وتقول الكلام اللي انت عايز تقوله. وفي طرق كتيره جدا فدي هنشوفها مع بعض في الكورس. بس انا ساعات بحس ان الاي اي بيخلي الكونتنت كله ديجيتال ومالوش طعم، وهو ده بقى هنا بيجي البالانس بين الهيومن اليمنت وانك بتستخدم الاي اي ان هو يساعدك بس، انما لو خليت كل حاجه في الفيديو معموله بالاي اي فهتحس الموضوع فعلا ملوش طعم. فاحنا بنعمل بالانس لطيف جدا ان هو بس يساعد علينا شغلنا ويخلينا نسرع الموضوع. ما تنسوش بقى تكتبوا في الكومنتس كلمه اي اي، وتيم اتعلمها هيرد عليكم بكل التفاصيل.